تحذير: ما ستشاهده الآن عمل خيالي بالكامل. هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة. يتضمن الفيديو مشاهد عنف وأحداثا خيالية. جميع الشخصيات وكل الوقائع المذكورة من وحي الخيال، ويقدم هذا المحتوى لأغراض الترفيه والمراجعة والتحليل فقط. المشاهدة مخصصة لمن هم فوق 18 عاما. أهلا بيكم في تجميعة جديدة من ملخصنا. لو فاتك أي جزء، الفيديو ده هيجمع لك كل الأحداث من البداية، ولو أنت متابع معنا بالفعل وعاوز تدخل على الجزء الجديد مباشرة، فالجزء الجديد بيبدأ من الدقيقة دي. يلا مستني ايه؟ جهز كوباية الشاي ويلا بينا نكمل قصتنا. تخيل تبقى واقف قدام تنين مستوى 72 وخلاص هتموت، وفجأة يظهر عفريت ويقتله بضربة واحدة. الفريق كله بيكون مصدوم، مش بس لأن العفريت وحش فازاي بيساعدهم، لكن الأهم ازاي كائن زي ده يهزم تنين بضربة واحدة. وهنا يظهر بطلنا من وراهم، فمين هو؟ وجاب العفريت ده منين؟ خلينا نرجع للبداية ونفهم كل حاجة. وبنشوف بطلنا شغال مهندس مدني غرقان ديون وجايب اخره، وبيقول لنفسه انا مجرد عفريت منخفض المستوى، مهما تعبت هفضل فقير. وبيسمع الناس بتتكلم عن لعبة اسمها بوابة السماء، ودي لعبة واقع افتراضي تقدر تحول الفلوس اللي تكسبها فيها لفلوس حقيقية. وبنشوفه بعد الشغل بيدخل اللعبة وبيشتغل في التنقيب عن المعادن عشان يزود دخله في الحقيقة، وبيلاقي حجر نادر وغالي وكان ناوي يبيعه ويكسب منه، لكن فجأة يظهر قدامه فريق مغامرين ويطلبوا منه يساعدهم عشان في زنزانة قدامهم مسدودة ومحتاجين حد بمهاراته يفتحها. بس البنت اللي معاهم كاثرين بتغريه بالكلام، وهو زي العبيط يوافق وينضم ليهم وبيدخل معاهم. وفجأة يظهر قطيع ذئاب ويهجموا عليه، لكن كاثرين تحميه وتقول له خليك جنبي عشان ما تتأذيش، وهو أصلا مصدق. لكن باقي الفريق كانوا بيحتقروه لأنه مجرد عامل تعدين ملوش قيمة، فيتعصب بطلنا ويكسر في الصخور بكل قوته. وفجأة تظهر بوابة، وده معناه انهم لقوا زنزانة مزدوجة، يعني كنوز اكتر ومخاطر اكتر. بطلنا يفرح ويفتكر انه حقق انجاز، لكن كاثرين ترد عليه حققنا. وفجأة واحد من الفريق يهجم عليه من وراه ويشل حركته، ويكتشف الحقيقة. هم كانوا عارفين بوجود البوابة واستخدموه عشان يوصلوا لها ويضربوه ضربة يخلصوا عليه. وبعد شوية بطلنا يصحى مستغرب ازاي لسه عايش، ويكتشف ان البلورة اللي كان لقاها بتعيد احيائه داخل اللعبة. لكن بدل ما يفرح يتضايق لأنه خسر البلورة وخسر فلوسه، فيقرر يدخل وراهم الزنزانة عشان ينتقم، وبينط جوه ويخسر أغلب نقاط صحته. وهناك يلاقي ضريح العفريت ويفتكر إنها زنزانة سهلة لأن العفاريت أضعف كائنات في اللعبة، لكن وهو بيستكشف يلاقي واحد من الفريق ميت ويظهر له تحذير: الزنزانة دي أخطر بكتير من مستواك، اخرج فورا. وقتها يشوف باقي الفريق ممسوكين من وحش جويجر مستوى 80، وبيكون بيأكل واحد منهم قدامه، وكاثرين تستنجد بيه لكنه يرد انت فاكرة اني هنقذك؟ انا اعمل ايه قدام وحش زي ده؟ وبيشرح ان اللعبة بتخليك تحس بالألم حقيقي، ولو اتصبت جامد ممكن تموت فعليا. فبيقرر يهرب ويقول انتوا سبتوني وانا كمان هسيبكم، كده احنا متعادلين. لكن فجأة يظهر اشعار سيد العفاريت لاحظ ضعفك وجبنك، فيتعصب جدا ويصرخ انت فاكرني اخترت حياتي؟ كنت عايز اكون بطل زيهم بس الديون خلتني كده، وانت مين اصلا؟ انت مجرد عفريت حقير. وفجأة يظهر اشعار جديد تم اختيارك كمستدعي عفاريت. وحتى لما يحاول يرفض النظام يختار بداله، وفي اللحظة دي الوحش يقرب منه، فيقرر يستدعي العفريت كطعم ويهج الوحش ويهرب. لكن قبل ما يهرب العفريت يهجم ويقتل الوحش بضربة واحدة. ساعتها احصائيات بطلنا تزيد واحصائيات العفريت كمان، ويكسب مهارات جديدة اطعام العفريت وتمشية العفريت، ويكتشف الصدمة العفريت بتاعه في أعلى مستوى. قبل ما نكمل لازم نرجع للحظة مهمة جدا، اللحظة اللي الوحش فيها قتل كاثرين واللي سبب لها صدمة قوية ممكن توصل لغيبوبة. وبنرجع لبطلنا اللي سايب العفريت يقاتل بداله، وهو بيقول له بكل راحة كفاية يا عم العفريت، أنا مش قادر أشيل أحجار سحرية أكتر من كذا. وعلى فكرة بطلنا اسمه كيم تشولسو، وبنلاحظ إنه وصل للمستوى 31، لكن الغريب مفيش أي معلومات عن العفريت في النظام. فيفكر كيم هل ده بق في اللعبة؟
يقلق، لكن بدل ما يقلق يقرر يستغل الموضوع لأقصى درجة عشان يبقى غني، وبالفعل يروح البنك ويبيع كل العناصر اللي معاه ويكون كسب حوالي 97 ألف وون، يعني تقريبا 3000 جنيه. رقم مش كبير زي ما تتوقع، لكن لما يقول للموظفة انه عايز يبيع غشاء الجيجر وقلبه، الموظفة تتصدم وتنادي المدير فورا، والمدير يستقبله احسن استقبال ويقدم له شاي ويقول له مش شايف انه حرام تحط الفلوس دي في حساب عادي؟ كيم يستغرب، دي مجرد عناصر في اللعبة. لكن الصدمة الحقيقية لما المدير يقوله قيمتهم 230 مليون وون، يعني حوالي 8 مليون جنيه حرفيا. كيم ما يصدق ويكون مبسوط جدا ويرجع اللعبة ويمدح العفريت ويقول له بفضلك سددت 10% من ديوني. واثناء وجوده في المدينة الناس تبدأ تسخر منه لانه مستدعي عفريت اضعف كائن في اللعبة من وجهة نظرهم. وفجأة يظهر مغامر مشهور اسمه قلب باتون المدمر ويهجم على العفريت، لكن العفريت يقضي عليه بسهولة. ويظهر باقي اعضاء النقابة، اون هيوك، مينسونغ، سوجي من فئة المغتالين، وجي هيون رامية السهام. وبيحاول كيم يهدي الموضوع ويقنعهم ان اللي معاه مجرد عفريت، لكن العفريت يستخدم مهارة رمي الحجارة ويقتل مينسونغ في لحظة. كيم يجري من المكان والباقي يجروا وراه، وفجأة صوت ينادي عليه سيونغ ريول الماكر ويقول له ادخل هنا بسرعة. وبالفعل كيم يدخل وهو بيحاول يهرب. يظهر له إشعار ملك العفاريت معجب بيك عشان خدعت المغامرين وياخد نقطة عفريت. كيم يتضايق في الأول، ضعيف ودلوقتي ماكر، ويقرر يدمر نقابة إيفيتون بالكامل، النقابة اللي عايزة تقتله. وأثناء مطاردتهم له يلاقوا سيونغ ريول واقع على الأرض ويكتشفوا إنه كيم هو اللي قتله بعد ما حاول يخدعه. وكان العفريت لسه هيقضي على اون هيوك، لكن جي هيون تحميه. اون هيوك يقرر ما يستهونش ويستخدم مهارة الشر المطلق اللي بتقلل صحته لكن تزود قوة هجومه لأقصى حد. وجي هيون تستخدم سهام الزوبعة اللي تزود سرعته وتلغي التأثير السلبي للمهارة. الاثنين يهجموا مع بعض لكن بدون أي تأثير، والعفريت يهزمهم بسهولة. وفجأة يظهر كيم قدام جي هيون بنظرات كلها خبث ويقول أيوة أنا اللي استدعيته. وبتكون جي هيون مستغربة ازاي عفريت عنده القوة دي كلها، وبتفهم من كلام كيم انه بيتحرش بيها فتصرخ. كيم يقول للعفريت اسد بؤها، لكن يكون باقي اللاعبين شافوا اللي بيحصل ويقولوا شوفوا اللاعب اللي معاه عفريت هزم نقابة إيفيتون بالكامل ودلوقتي بيتحرش بآخر عضو. كيم يتصدم ويصرخ توقف أيها العفريت، والناس تفتكره بيحاول ينقذها ويبدأوا يشجعوه، فيقول لنفسه لو أنقذتها الناس هتشوفني بطل. وفعلا يقول لجي هيون ما تقوليش لحد اللي حصل ولا ان انا اللي استدعيت العفريت، فتقسم له انها مش هتقول لاي حد. وبعدها كيم يستخدم مهارة تمشية العفريت ويبعده عن المكان، وبمهارة اطعام العفريت يبعده اكتر لحد بوابة المدينة ويقول للحراس يقفلوا عليه. وبعدها يبص لها بنظرة خبث ويقول لو ما حافظتيش على وعدك هقتلك عدد لا يحصى من المرات لحد ما تندمي على اخطائك. فتخاف منه جدا وتمشي بسرعة. وفي وقت تاني كيم يكون في فندق بيرتاح شوية ويستخدم نقطة العفريت اللي حصل عليها ويفتح مهارة لم الشمل، وأول ما يضغط عليها العفريت يظهر قدامه فورا ويكتشف إنها مهارة لاستدعائه في أي وقت. وبالليل يقابل كيم أعضاء نقابة إيفيتون واللي بيشكروه إنه أنقذهم، فيقول لهم إنه ساعدهم لأنه محتاج منهم حاجة مساعدة في زيادة خبرته. ويظهر سونجريول ويعتذر له عن الهجوم اللي حصل ويشرح له إن لو عايز يخرج من منطقة المبتدئين لازم يهزم بوابة زعيم، والبوابة دي بتظهر مرة واحدة في الشهر وبيكونوا مستنيينها من امبارح لكن ضاعت عليهم بسبب العفريت. كيم يتضايق لأنه هيستنى شهر كامل، لكن فجأة بدون أي مقدمات يظهر إشعار بوابة الزعيم اتفتحت. كيم يكتشف أنهم كذبوا عليه، البوابة فتحت فعلا قدامه لكنهم يقولوا ده مجرد بق في النظام، ويقرروا يدخلوا. وكيم يقول للعفريت يستناه برا وهو هيستدعي وقت ما يحتاجه، وبيكون معاه حجر شفاء يرجعه للحياة لو حصل حاجة. وبالفعل أعضاء نقابة إيفيتون يدخلوا وبعدهم كيم، لكن أول ما يدخل يلاقيهم بيهربوا من زعيم عملاق الفولاذي ويقولوا له اهرب بسرعة دي زنزانة خفية ومستواها عالي جدا. لكن كيم يفكر انتوا عايزين تاخدوا المكافأة لوحدكم ويقرر يواجه الزعيم بنفسه. يحاول يستدعي العفريت لكن مفيش فايدة والزعيم يقتله بسهولة والبوابة تقفل، وفي نفس الوقت أعضاء النقابة يقرروا يواجهوا الزعيم لوحدهم. كيم يحس بالضرر في العالم الحقيقي ويفهم انه مات لأنه ما استخدمش كل قدراته. وبنرجع للنقابة
جيهيون تعزز سرعة الفريق، وأونهيوك يهجم على الزعيم مع عضو تاني بسرعة كبيرة. يحاولوا يكتشفوا نقطة ضعفه لكن بدون أي نتيجة. الوحش ما بيتأذيش ويتضح السبب، الزعيم عنده مهارة كراهية الضعفاء، أي هجوم أضعف من طاقته بيتلغي فورا. واحد من الفريق يستخدم مهارة بكاء الحرب عشان يجذب انتباه الوحش لحد ما جيهيون جهز ضربة قوية والوحش يهجم عليه، لكن سيونغ ريول يستخدم مشاركة الألم ويقلل الضرر للنص. كيم يشوف ده كله ويعجب بيهم فيقرر يرجع للحياة ويشاركهم القتال، وأول ما يظهر يستفز الوحش وفجأة رسائل النظام تظهر، الوحش قضى عليهم كلهم. ما يتبقاش غير أونهيوك وجيهيون وتسأله أضرب دلوقتي ولا استنى، وبيكون واضح إنها بتستخدم مهارة بتستهلك كل حياتها في ضربة واحدة. أونهيوك يرد لسه مش كفاية وبيحاول يديها وقت لكن طاقته السحرية تخلص والوحش يقضي عليه. كيم يظهر فجأة ويقول له لجيهيون مش انتي قلتي ما بتقدريش تتحركي وانتي بتشحني، ويبصلها بنظرة خبث وهي أصلا مرعوبة منه، لكن كيم صافي النية شوية، يشيلها على كتفه ويتضح انه حاطط كل نقاطه في السرعة والرشاقة. يبدأ يتحرك بسرعة رهيبة ويتفادى كل هجمات الوحش ويديها الوقت الكافي لحد ما تضرب الهجمة وينتصروا على الزعيم ومستواهم يزيد. وطبعا كيم عينه على المكافأة. بعد ما كيم وجيهيون هزموا الزعيم الكل رجع للحياة تاني، ومنهم سونغ ريول واللي شكله لسه عبيط زي ما هو. كيم يكون ماسك المكافأة ومش راضي يسيبها، وجيهيون توضح انه رغم فوزهم الا انهم ما حققوش شروط الفئة الخفية، ودي نفس الفئة اللي كيم حصل عليها، لكن كيم مش فارق معه، هو عايز المكافأة كلها لنفسه. اعضاء النقابة يقولوا له احنا مقدرين مساعدتك، مع انه اصلا ما ساعدهمش، ويكملوا من العدل نتشارك المكافأة، وكل همهم القوس لانه عنصر فريد. كيم يفكر يبيعه ويكسب فلوس، لكن يظهر له اشعار القوس لا يستخدم الا لرماة السهام ولا يمكن بيعه، يعني لا يستفيد منه ولا حتى يبيعه، ومع ذلك لسه طمعان فيه، ويقول لهم انتوا فاكريني هديهولكم ببلاش، وفي الاخر يقايضوه وياخدوا منهم وتاخدوا جيهيون لانها رمية سهام، ويسألوه هتعمل ايه بعد كده، فيرد كيم اي مكان غير اللي انتوا فيه، ويمشي ويسيبهم. وجيهيون تبتسم له، واضح انها بدأت تعجب بيه، وياخد بدل القوس قفازات السارة واللي تقدر تسرع عنصر واحد وكمان خام فولاذ عالي النقاء، وينتقل لمدينة فيورندل ويقرر يغير معداته لأنها ضعيفة جدا. وفي الطريق يقابل إيرين مستدعية وحوش مستوى 76، ووحشها عبارة عن قطة ضخمة اسمها ميشيل، تنصحه يعامل وحشه كويس ويديله اسم، لكنه يرفض ويقول مش محتاج نصايح، ويروح للحداد هنفري واللي يسخر من معداته ويقول له لو لابس زبالة كان أرحم، ويعرض عليه درع ب2000 جنيه وكيم يشتريه فورا، لكن أول ما يلبسه يحس انه تقيل جدا لأنه محتاج قوة أعلى من 24، وكيم كان مركز كل نقاطه في السرعة. يحاول يبيعه تاني لكن همفري يضحك عليه وياخده ب200 جنيه بس، وفجأة يظهر فوق همفري علامة تعجب ويقول انه ضيع مطرقته، وتظهر مهمة جديدة لو نفذها همفري هيديله مواد ويصنع له معدات قوية. كيم يوافق لأن أصلا معاه خامات غالية، لكن المهمة مش سهلة، لازم يلاقي المطرقة وكمان يحمي همفري من الوحوش. تظهر رسالة من النظام لو همفري مات المهمة هتفشل. كيم يفكر يتجاهله ويسبق يقتل الزعيم لوحده، لكن أول ما يحاول يظهر إشعار همفري بيتعرض للهجوم، فيضطر يأمر العفريت ينقذه ويفكر في خطة تانية يخلي العفريت يقتل أي حاجة تقرب منه، لكن همفري يعمل العكس، يستفز الوحوش بنفسه ويخليهم يهجموا عليه، وصرخته تجيب ملك الهياكل العظيم، وجيش العفريت بصخرة واحدة ينهيهم كلهم بعد 3 ساعات. كيم يكون خلاص تعب لكن مستواه يوصل 37، وفجأة يقعوا في فخ سهام بتنزل عليهم. كيم يستخدم العفريت كدرع لكن همفري يموت. كيم يقرر يقتله بنفسه مرة تانية، لكن تظهر رسالة النظام المهمة نجحت. المترا كانت مع أول وحش قتلوه، بس كيم ما خدش باله ويديله الفولاذ وهمفري يصنع له درع نادر، وكيم يكون مبسوط جدا. وفجأة يظهر إشعار تم تفعيل وضع قتل اللاعبين، وواحد يهجم عليه من وراه، لكن كيم يتفاداه بسهولة ويقول له المهاجم واضح انك قوي عشان كده خليت الست دي نص ميتة. كيم يستغرب هو بيتكلم عن مين، ويكمل الراجل مش فاكر كاثرين. كيم يرد انا مالي، هي اللي خدتني وغدرت بيا، لكن الراجل يقول له هي دلوقتي في غيبوبة وانت عايش عادي. وهنا كيم يفهم الحقيقة، الهجوم عليها سبب لها تلف في المخ وتدخل في مود دماغي. يحاول يبرر نفسه لكن الراجل يرفض يسمع ويقول له دي وريثة عائلة سيميونغ، ويهجم عليه لكن بدون اي تأثير لان كيم يستخدم العفريت كدرع. وكيم يرد عليه عائلة سيميونغ، واضح ان الموضوع داخل على مصيبة كبيرة. كيم يبدأ يشرح مين عائلة سيميونغ فعلا
فعلا عائلة فاحشة الثراء عندهم شركات ومواصلات وتقنيات حاجة زي مايكروسوفت في عالمنا، وبنشوفه في المستشفى مع خادم كاثرين وبيشرح له انها تعرضت لهجوم من وحش مستوى 80 وده السبب في الغيبوبة. الخادم يسأله ازاي انت ما حصلكش حاجة؟ كيم يرد حصلت على فئة خفية بالصدفة وقدرت اهرب، وبيفهم منه ان الاطباء فشلوا يعالجوها ومش عارفين سبب عدم استيقاظها. كيم يقترح بما ان الاصابة حصلت جوا اللعبة يحاولوا يعالجوها جوا اللعبة، لكنه في الحقيقة كان بيدي امل كاذب. لكن المفاجأة الخادم يصدقه فعلا ويدخل كاثرين اللعبة. كيم يقرر يحاول يساعدها على الاقل عشان الفلوس، وبما انها في غيبوبة يخلي العفريت يحركها والناس تتقرف من المنظر، فيقول لهم دي قريبتي، فيردوا عليه يعني لو انا قريبك تعمل فيا كده؟ وفجأة يظهر سيونغريول ويقول له مفيش وقت تعال معايا، ويروح معه ويسأله هتعملوا فيا ايه تاني؟ فيرد عليه انا مجرد عضو ومش بنتجمع دايما. كيم يطلب منه معلومات وفجأة يظهر اشعار تم تفعيل وضع قتل اللاعبين. سيونغريول يحاول يقتله لكن كيم يضربه على دماغه ويشرح له انه كل شهر بتظهر زنزانة زعيم وفي مهمة رئيسية في العاصمة. كيم يتحمس ويقرر يروح، لكن فجأة يلاحظ حاجة، كاثرين اختفت ويكتشف انها اتخطفت قطاع طرق سرقوها عشان معداتها. كيم يجري بأقصى سرعة وفي أسوأ لحظة الخادم يتصل به يقول له وريني الآنسة. كيم يرد استنى شوية ويقفل الخط، وبيظهر والد كاثرين راجل فاقد الأمل ومتبري منها تماما بسبب انها ضيعت حياتها في اللعبة. ونرجع لكيم يستخدم نقطة عفريت ويحصل على مهارة إلقاء العفريت ويرميه فوق المدينة عشان يحدد مكانها ويوصل للخاطفين ويقضي عليهم بسهولة. لكن يظهر حارس ملكي، المنظر قدامه غريب جدا، لاعب ماسك بنت وجنبه عفريت واثنين مرميين على الأرض، هيقبض على مين؟ الحارس يشوف المنظر ويبدأ يحقق فورا، بيقول له كيم انت قتلت 2 وخطفت 1. كيم يفكر بسرعة في موقف زي ده الهروب هو الحل لأنه مش هيقدر يشرح وهيتحبس فورا. وفجأة يظهر سيونغريول ويقول له اتعاون معايا وههربك لأنك لو قتلت الحارس كل اللعبة هتبقى ضدك، ويحاول يرشيه لكن الحارس يقبض عليه هو بدل كيم ونروح لمكان تاني. كيم يوصل للعاصمة الملكية يحاول يدخل لكن يتم رفضه، ويقابل واحد يقول له شايف في عيونك روح المغامرة، مع ان عينه اصلا عين واحد فقد الشغف. لكن كيم يوافق على المهمة، والمهمة تكون الحصول على نواة الغولم، ويروح هناك وياخد معاه كاثرين ويعملها هو والعفريت بشكل غير إنساني تماما. ونرجع لماضيها، والدها كان بيعذبها لأسباب تافهة وأمها سابتها لوحدها، طفولة مكسورة تماما. ونرجع للحاضر، كيم يحاول ينقذها تنفس صناعي ويتصل بيه الخادم يقول له انت بتعمل ايه؟ فيشرح له انه بيتابع حالتها وان الدرع بيحميها، لكن كيم يقفل في وشه الخط وبعدها يستخدمها كأداة ويمسح بيها الأرض ويقاتل بيها الغولم ويكسب نقطة عفريت، ويظهر انه بيستخدمها كأداة للفخاخ. وفجأة صابعها تتحرك، كيم يؤمر العفريت يقتل الغولم وينجح، لكن الغولم يرجع للحياة ويكبر ويضربه تاني فيكبر أكتر. كيم يقرر يهرب لأنه مش فاهم نقطة ضعفه. الغولم يهجم على كاثرين وفجأة تفوق لأن الهجوم رجع ذكرياتها مع وحش الجيجر، وبتفتكر كاثرين لما الوحش هجم عليها وبتصرخ من الصدمة، وفي الوقت ده بيكون الغولم بيهجم عليها والبطل بيقول إن شاء الله هتعدي سليمة، وبتظهر من وراه وبتكون استعملت مهارة الهرب، وبنلاحظ إنها فاقت من الغيبوبة. فالبطل بيكون مرعوب إنها تكون فاكرة اللي عملوا فيها من شوية وإنه كان بيستعملها كمجرد حجر لإزالة الأفخاخ، وهي عمالة تزعقله وبتقوله اشرح لي اللي بيحصل. فبيقولها انت دخلتي في غيبوبة لما وحش هجم عليكي وأنا اهتميت بيكي بكل إخلاص، وبفضل ذلك رجعتي لوعيك وركز لي على كل إخلاص دي. وقبل ما يكمل كلامه الغولم بيضربوا ضربة يطيروا من المكان، وبيبان إن الغولم وصل لمستوى متطور بسبب إنهم هزموه زيادة عن اللزوم. وبتكون كاثرين مرعوبة من الوحش وبتقول لو والدي عرف إني بلعب هيقتلني. وفي العالم الحقيقي بتكون استعادت وعيها، وبيكون الخادم مفكر إن كيم عملها حاجة، هو فعلا عملها حاجة يعني، بس هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. والدكاترة بيكونوا عاوزين يخرجوها من اللعبة ويعالجوها من الصدمة، ولكن الخادم بيقول إن اللعبة بتستعمل نظام مشاركة حسية، وده معناه إن ما ينفعش نخرجها من اللعبة لو هي في زنزانة زي دلوقتي. وبيقرر الخادم يدخل بنفسه عشان يطمن عليها، وهناك بيستخدم الغلم القذيفة الصخرية على كاثرين، ولكن الجوبلين في آخر لحظة بينقذها وبيقولها كيم انت بتعملي ايه؟
أكيد مش هتعرفي تهربي منه بسرعتك دي. ولكن كاثرين بتقع على الأرض وبيبان على وشها إنها مرعوبة جدا، وكيم بيستغل الفرصة وبيؤمر الجوبلين يفقدها الوعي عشان ما تقولش إنهم عملوها بشكل مش كويس. في اللحظة دي كاثرين بتترجاه ينقذها، فبيقولها كيم أكيد هنقذك ما تقلقيش. فتقول له ما أقصدش من الوحوش، أنا عاوزاك تنقذني من أمي وأبويا والعائلة كلها. وبيتصل الخادم في اللحظة دي عشان يطمن على كاثرين، فكيم بيوقف الجوبلين وبيقول للخادم يا عم انت مفكرني خاطفها ولا ايه؟ أنا بساعدها تتعافى. وبيخلي الكاميرا عليها وبيوريه إنها بخير. فالخادم بيقول له طالما بدأت تتعافى بأمرك تخرج من المكان اللي انت فيه حالا، ومن اللحظة دي انت غير مسؤول عن السيدة كاثرين. وبيقفل الاتصال. وبيطلع إن كيم خلاها تمثل إنها لسه فاقدة الوعي عشان الشركة ما تشكش فيها، وبيقولها زي ما وعدتيني اديني فلوس أكتر بقى. ولكن كاثرين بتقول له أنا كنت بكذب، ولكن كيم بيهددها إنه هيقول لهم إنها بخير. فتقول له كاثرين هبيعلك كل معداتي. فبيقولها كيم الخردة دي؟ فتقول له سعرهم 10 مليارات. فعلى طول بطلنا. أول ما بيشم ريحة فلوس بينادي على العفريت عشان يهزم الغلم، واللي من كثر ما هزمه أصلا بيكون وصل للمستوى 170 وبقى حرفيا خارق، لدرجة بقى عنده 4 أذرع. وبيحاول كيم يهرب منه وهيكون الغلم خلاص هيقتله، ولكن كاثرين بتدخل وبتجمده وبتقول له انت واقف عندك بتعمل ايه؟ اجري يا مجدي. وبيهربوا فعلا، ولكن فجأة الحبل اللي في رقبة كاثرين بيشدها لورا لعند الجوبلين. وبيفتكر بطلنا كيم لما سابها قبل كده لما كان ضعيف، والمرة دي هينقذها، ولكنه بيسيبها ويمشي برضه. وبيقول لنفسه لو أنا مت محدش هيهتم ليا، على الأقل هي عندها طاقم طبي كامل. ومجرد ما الغلم بيهجم عليها بيدخل شخصية الحاكم، وده صاحب المهمة دي أصلا، واللي بيقطع الغلم بحركة واحدة من سيفه وبيقول لهم هتولوا أنا الموضوع من هنا. وبيفهم بطلنا إنه الهدف من المهمة ما كانش هزيمة الغلم، بل إنه يتعرض للهزيمة منه. وأول ما ده يحصل اللعبة بتبعت شخصية الحاكم عشان تنقذه، وبيبدأ الحاكم يهجم بكل قوته، ولكن بيتهزم بكل سهولة من الغلم. وبيهجم مرة ثانية ولكن بيتهزم ثاني، وده لأنه الحاكم مستواه 70 والغلم خرج عن السيطرة. وبيشرح لنا كيم إن الغولم في الأول كان من المستوى 40، والمفروض اللاعب يخسر قدامه وبعدها يدخل الحاكم وينقذه لأنه في المستوى 70 ويقدر يهزمه بسهولة. ولكن بما إنهم هزموا الغولم أكثر من مرة ورفعوا مستواه بسبب الجوبلين طبعا، فبيراقب كيم حركاته وبيكتشف إنه بيستهدف قلب الغولم، فبيخلي الجوبلين يضربه وبيهزموا الغولم أخيراً. وبعدها بيتمشى هو وكاثرين مع الحاكم، واللي بيفضل يتكلم على إنه جامد وما فيش منه 2، وهو أساساً منظر وشه زي الزفت. وبطلنا بيعمل نفسه بيسمعه عشان ما يركزش مع كاثرين. وبعد ما الحاكم بيخلص كلام بيكون كيم خلاص هيعتذر ليها، وفي اللحظة دي بيظهر أبوها، ولما بيشوف كيم بيقول أنا أول مرة أشوف حد بالعتاد الغالي ده قبل كده. ولكن كاثرين بتكون مرعوبة منه، وهو بيقولها أنا كنت قلقان عليكي، بس أنتي شكلك بتحاولي تعملي مقالب سخيفة في أبوكي. وبيشكر أبوها كيم إنه ساعد كاثرين على الاستيقاظ والتعافي، وإنه هيتصل بيه قريب ويديله مكافأة. وبيحس بطلنا بالندم لما بيسيبها تروح مع أبوها، وفجأة بيصرخ وبيقول استنى عندك انتهان جيمون رئيس مجموعة سيميونغ، الكل مفكرك لطيف وكريم ونبيل، لو كده ليه كاثرين خايفة قوي منك كده؟ أنا هنقذك منه. وبيطلع إنه كيم بيتخيل السيناريو ده في دماغه، وبيكون نفسه ينقذها فعلا. وبيشوف إن الناس كلها متجمعة حوالين أبوها، وبيكون مستعر من بنته. ولما حد بيسأله عليها بيقول له دي مجرد عضوة في الفريق. وفي الوقت ده كيم بيشوف سيونغريول الماكر واللي هرب من الحرس تحت المجاري، وبيقول له البنت اللي مع الرئيس هانجيمون ليه بيقول عليها مجرد عضوة في الفريق رغم إنها بنته، وليه شكلها مصابة قوي كده؟ فبطلنا بيعمل نفسه عبيط لأنه هو سبب كل الإصابات اللي فيها دي. فيكمل سيونغريول وبيقول له ما قصدش الإصابات اللي من برا، أنا قصدي إني شفت إصابات على جسم البنت، وزي ما أنت عارف في لعبة بوابة السماء الإصابات بتظهر على شخصيتك عادي. فبيوقف كيم أبوها وبيقول له أنت إزاي تخطف بنت بريئة زي دي؟ البنت دي حبيبتي، رجعها لي يا رئيس شركة سيميونغ.
والناس كلها بتتصدم من الكلام. وبيكمل كيم وبيقول لو دي عضوة في فريقك هتدخل معاها لوحدك يا منحرف. وفجأة بيظهر رئيس الخدم وبيقول أنا جيت أول ما سمعت إنه ابنة عائلة سيميونغ استيقظت. وأيوة، ده مش رئيس الخدم ولا حاجة، ده سيونغ ريول متنكر. وبيقرب كيم من أبو كاثرين وبيقول له لو مش هتعترف إنها بنتك هقول لهم إنك كنت بتعتدي عليها بالضرب. فيرفع هان جيمون صوته ويقول اسمعوني كلكم، البنت والاتنين دول بيحاولوا ابتزازي من أجل الفلوس مش أكثر. أنا أول مرة أشوفهم في حياتي أساساً، وعشان كده هعدمهم دلوقتي. وبيشتغل وضع قتل اللاعبين، وفي اللحظة دي بيهجم عليه شخص وبيطيره من المكان، والشخص ده بيكون العفريت متنكر. وبطلنا بيقول لو عرفوا إني مع العفريت هيقتلوني. فبيمسك العفريت وبيستعمل مهارة رمي العفريت وبيطيره بعيد. وبيقول كيم هو إيه الوحش ده؟ أنا معرفوش. وبيعمل نفسه عبيط، والمشكلة إن الناس بتصدقه كمان. وبيقرب من كاثرين وبيقولها فوقي كده معايا. فتزعق فيه وبتقوله ابعد عني، انت مش هتنقذني ولا حاجة، وسيبني أموت زي شوية. فيرد عليها كيم وبيقولها أهتم بيكي ولا لأ؟ ده قراري. أنا مفيش أمير على حصان أبيض هيجي ينقذك، مفيش غير أشخاص زبالة زيي. وبيكمل وبيقولها بصي على أبوكي الزبالة، نال عقابه خلاص، ودي فرصتك إنك تطعنيه في الظهر قدام الناس دول كلهم. وبيقول كيم إيه ده؟ طلعت مش حبيبتي؟ أنا افتكرت إني نسيت الغاز مفتوح في الشقة، سلام عليكم أنا. وبعد ما بيمشي بتعترف كاثرين للناس إن أبوها كان بيعنفها في البيت، والكدمات مغطية جسمها، وكانت بتتمنى الموت كل يوم. في الأول الناس ما صدقوهاش وفكروها بتشوه سمعة أبوها، ولكنها بتعرض الكدمات وجسمها وبتنشر قصتها والأدلة بالكامل. وبسبب ده أسهم الشركة نزلت للأرض، وأبوها من كثر الضغط مرض أو شكله بيمثل. وبطلنا بيكون مرعوب لحسن يبعتوا حد يقتلوه بعد اللي عمله. فسيونغ ريول بيطمنه وبيقول له إن لو حصل له أي حاجة هيأثر على سمعة الشركة، فبالتالي هيسيبوه في حاله. فكيم بيبقى زعلان لأنه ما خدش مكافأته بعد كل ده. فسيونغ ريول بيقول له اللي انت عملته أهم من المال. ولما بيسأله كيم انت جبت ملابس كبير الخدم دي منين؟ فبيقول له سيونغ ريول أنا سرقتها طبعا. فالحارس بيجي ياخده على السجن مرة تانية. وبعدها بيكلمه الخادم الشخصي لكاثرين وبيشكره انه ساعدها تستعيد وعيها، وبيقول له حتى أنا اللي خدمتها لسنين ما لاحظتش اللي بتمر بيه، فشكرا إنك فضحت أبوها وساعدتها. فبطلنا بيقول له هو مفيش مكافآت مادية مقابل جهودي العظيمة ولا إيه؟ ده انتوا شكلكم ناس بخيلة. فالخادم بيقول له معلش احنا اتطردنا من الشركة وما عادش لينا مكان نسكن فيه، ولكن أكيد الناس هتدعمنا، وعشان كده فتحنا بث مباشر نجمع فيه التبرعات. وبيكمل وبيقول له إنه استعمل مكافأة خدمته في إنه يعمل لها استوديو تصوير. وبيقول له شكرا إنك ادها فرصة تعيش حياتها زي البشر وتستمتع بيها. فيتحرك كيم وبيقول له لو ممتن ليا كنت بعت فلوس يا عم. فيرد الخادم وبيقول له شيك على البريد، بعت لك حاجة لكن مش فلوس بس، هتحبها الآنسة هي اللي بعتها ليك. وبيقفل الخادم في وشه زي ما كان بيعمل معاه. وبيطلع كيم على البريد وبيقابل راشيل عاملة البريد في اللعبة، وبيكون العنصر ملعون. وأول ما بتلمسه راشيل بتتغير تصرفاتها. وبياخدوا بطلنا على أي حال، وبيروح بعدها لعند الحاكم وبيشوف المهمة الجديدة واللي بتطلع تطهير قرية العفاريت. وبيقول له دول مجرد عفاريت شريرة بتأذي الناس، تخلص منهم وارجع على طول. ولما بطلنا بيقول للعفريت على الموضوع بينفخ في وشه وشكله متضايق، وبيطلع إن العفريت متضايق منه عشان رماه آخر مرة. وبيفتكر كلام إيرين مستدعية الوحوش لما قالت له إن المفروض يعامل وحشه المستدعي بشكل كويس عشان يحبه. وفجأة وهم في الطريق بيظهر قدامهم عفريت شبه عفريت بطلنا، وبيأمر العفريت يهجم عليه، ولكن العفريت الثاني بيتفادى الهجمة وبيهجم على كيم وبيعضه من دماغه، والعفريت هينقذه. فبطلنا بيقول له اهدى يا عم ما تضربنيش معاه. والسواق بيطلع البندقية، فكيم بيقول له اضرب بس اللي قدامك. فيضرب كيم نفسه وبيقول له مش أنا يا عم. وفجأة العفريت اللي عض كيم بيعيط وبيقول له انقذني من فضلك، أنا فكرتك خاطف العفريت ده فكنت بنقذه. فيتصدم كيم إن العفريت بيتكلم، بس طبعا بطلنا مش بيسامحه وبيربطه بالعربية، وبيقول له إنه هيقضي على قريته بكل ما فيها. وبيوصل له السواق لعند طريق القرية وبيسيبه وبيمشي بعدها. وبطلنا بيمسك العفريت الثاني وبيقول له أنا سبتك عايش عشان لو في فخاخ في الطريق أو حاجة. فبيقول له العفريت أنا غلطت وهجمت عليه، بس مش أنت، لو شفت إنسان زيك مخطوف مش هتنقذه. فبطلنا بيبص له بكل شر
وبيقول له لا مش هنقذه. وبيفكر كيم هو ليه أصلا عاوز يقتلهم، عشان بس مهمة سخيفة في اللعبة. وبيفضل يراجع نفسه لحد ما بيشوف مرات العفريت اللي معاهم، وهو بيصرخ وبيقول لهم اهربوا بسرعة. وبيأمر كيم عفريته يرمي عليهم الحجارة، فالعفريت اللي في إيده بيجري وبيروح ينقذ أسرته. وبيكون كيم مستغرب إزاي العفاريت أشرار وهم كويسين كده. وبعدها بيوصل لقرية العفاريت واللي بيتريقوا عليه وبيقولوا له أنت من أي قرية عفاريت؟ أنت وشك قبيح أوي. وبيكون كيم خلاص عاوز يسيب المهمة ويمشي، فالعفريت بيقول له أنا هجمت عليك فلازم أعزمك على أكل وأعوضك على الأقل. وبالفعل بيعزمه على حساء العفريت السام، واللي بالغلط بيخبط فيه عفريت، فالأكل بيجي على وشه وبيسبب له ضرر. والعفريت بيقعد يضحك عليه وبيسأله إزاي بيسافر مع عفريت، فكيم بيقول له إنه ده العفريت المستدعي الخاص بيه. فبيستغرب وبيقول له العفاريت كائنات بينظر لها دايما إنها ضعيفة، فبالتالي محدش بيغامر معاهم وبيقتلوهم وخلاص. وبيكتئب العفريت فيرد عليه بطلنا كيم وبيقول له أنت عندك زوجة وأصحاب وأولاد، أنا ما عنديش حاجة من دي، وما عنديش حتى الشجاعة إني أضحي بنفسي عشان عائلتي زيك. وفي نفس الوقت بيكون في عفريت من فوق بيحاول يهجم عليه، ولكن بما إن بطلنا عنده نقاط عالية في الرشاقة بيتفادى الهجمة بسهولة وبينزل منها صرصار. وبيكون في عفريت تاني تحت الطاولة بيحاول يطعنه، فالعفريت بتاع بطلنا بيقتل الصرصار وبالغلط بيقتل العفريت اللي تحت. وبيحاول عفريت تاني يهجم عليه ولكن بيموت هو كمان. فبيفكر بطلنا إن العفاريت طيبين وولاد أصول وبيسيبهم ويمشي. وفي اللحظة دي بيظهر أحد المغامرين وبيكون قتل أحد العفاريت قدام بطلنا. فيا ترى بطلنا هيتصرف إزاي؟ هل هينحاز للبشر ولا المغامرين؟ وهل هيقدر يلاحظ إن العفاريت وحوش غدارة ولا مش هيلحق؟ هنعرف كل ده في الفيديو الجاي.